السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل مشاهدي ومتابعي قناة براعون. في البداية نذكر المشاهدين الجدد بعمل المتابعة للقناة وللمتابعين وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد من أجل الدعاية الإعلامية وخلق جو من الضغط على قواتنا المسلحة السودانية. هاجمت قوات الجنجة على منطقة بورنو ب 200 مركبة قتالية وفقدت بالأمس محور بورنو ما يزيد عن 300 جنجويد وإصابة عدد كثير منهم لم يتم حصرها حتى الآن، علما بأن الغالبية الحلكة من أبناء النوير الذين تم هجهم والزج بهم في هذا المحور الذي تم جقمهم بالأمس في منطقة البرنو التي في ولاية جنوب كردفان، وحلق ما لا يقل عن 300 جنجة وعدد كبير من العصابات وحروب ما تبقى منه إلى أراضي عبد العزيز الحلو لكي يحتموا في جبال الكوضة. لكن القوات المسلحة السودانية والنصور الجو ومسيرات استراتيجية لتابع القوات المسلحة السودانية تطاردهم وتلاحقهم أينما حلوا. تفاصيل جديدة: الاستعداد المسيرات الاستراتيجية تابع الجنجة على مدينة العدبرة والدامر. في تفاصيل جديدة لهجوم الذي نفذته قوات الجنجة المتمردة على مدينتي عدبرة والدامر فجر يوم الخميس، أكد شهود عيان أن الهجوم لم يستخدم محطة الكهرباء والمطار وحدهما بل طال أحياء سكنية ومواقع أخرى داخل العدبرة، بينها مرافق خدمية داخل المدينة باستخدام طائرات مسيرة انتحارية، مما تسبب في حالات من الذعر بين السكان. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم نفذت باستخدام ما لا يقل عن 35 طائرة مسيرة، بينها مسيرات استراتيجية استهدفت المدينتي أدبرة والدامر بولاية نهر النيل. وقال شهود عيان في أدبرة أن الطائرات طابت للقوات جنجق قسم مواقع مدنية أبرزها محطة المقرنة التحويلية للكهرباء، ما أدى إلى انفجار قوي وسمعت في أنحاء متفرقة من مدينة الأدبرة. ضاف شهود عيان أن المضادات العرضية الطابة للقوات المسلحة السودانية تصدت لسرب من المسيرات الاستراتيجية، إلا أن إحدى الطائرات أصابت محطة الكهرباء بشكل مباشر متسببا في اندلاع هراء وانقطاع التيار الكهربي عن ولاية نهر النيل والبحر الأحمر، إضافة إلى أجزاء من مدينة أم درمان. وأفادت مصادر بأن الطائرات انطلقت من مناطق في إقليم كردفان خاصة مدينة البارة القادرة تحت سيطرة قوات الجنجة منذ أكثر من شهرين. ودرجت قوات جنجة المتمردة على استهداف البنية التحتية الحيوية في السودان في تسعير جديد هجمات جوية بالطائرات المسيرة، حيث شهدت جراء هذه الاستهداف ولايتي نهر النيل وبحر الأحمر انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي عقب هجوم عنيف استهدف المدينتي الدامر وعدبرة فجر يوم الخميس. وأضاف شهود أيان أن المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية تصدى لصدم من الطائرات المسيرة، إلا أن إحدى الطائرات أصيبت محطة الكهرباء بشكل مباشر متسببا في اندلاع حرائق وانقطاع التيار الكهربائي عن ولاية نهر النيل والبحر الأحمر وجزء من مدينة أم درمان. وأكدت المصادر المطلعة أن من عناصر الدفاع المدني أثناء محاولتهما إقماع النيران التي اندلعت في محطة أدبر التحويلية جنوبي المدينة، مشيرا إلى أن تعرض 3 محاولات رئيسية لأضرار مباشرة نتيجة للقصف المسيرة الاستراتيجية. وكشفت شركة كهرباء السودان في وقت لاحق من الصباح الخميس أن المحطة المغرية التحويلية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أطلقها قوات جنجة، ما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي في ولاية نهر النيل والبحر الأحمر وأجزاء من مدن أخرى. وأوضح مجلس الإعلام للشركة أن الفرق الدفاع المدني باشرت عمليات إخماد الحرائق على أن يتم لاحقا تقييم الأضرار الفنية واتخاذ إجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المحطات التحويلية في مدينة الأدبرة. لديها أخلاقية في مدينة نجران السعودية. كشفت مصادر مطلعة أن السلطات السعودية أصدرت قرار بترحيل 29 عنصرا من قوات الجنجة الموجودة في السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف، ذلك على خلفية مخالفات سلوكية وصفت بجسيمة تم رصدها في منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية. وبحسب معلومات متداولة فإن الجهات الأمنية السعودية ضبطت عناصر المذكورين داخل أحد المقاهي في أوضاع مخالفة للنظام العام برفقة فتيات قاصرات، مما استدعى فتح بلاغ رسمي واتخاذ إجراءات فورية وفقا للأنظمة المعمولة بها في المملكة العربية السعودية التي تشدد على حماية القُسّر وضبط السلوك العام، لا سيما من قبل أفراد مسلحين أجانب يفترض التزامهم بانضباط. وأفادت مصادر بأن الواقعة لم تعامل كمخالفة إدارية عابرة، بل خضعت لإجراءات نظامية صارمة انتهت بقرار ترحيل نهائي غير قابل للمراجعة على أن يتم تنفيذ الإبعاد خلال الشهر الجاري، مع ترجحات بترحيل المعنيين عبر الدول المجاورة دون سماح لهم بالعودة إلى مواقع انتشارهم السابقة أو الاستمرار ضمن أي مهام عسكري. أسماء وردت ضمن قرار الترحيل. وذكر المصادر أن قائمة
المرحلين تضم عدد من الأسماء، من بينهم أفراد قيل أنهم يرتبطون بقيادات ميدانية ومعروفة داخل قوات الجنجة الموجودة في السعودية، وهو ما أثار تساؤلات حول آليات المحاسبة والانضباط الداخلي داخل صفوف القوة، ما إذا كانت انتماءات شخصية أو رتب عسكرية تشكل خطأ لبعض السلوكيات والمخالفات. تداعيات أوسع وتساؤلات حول الانضباط. يرى المراقبون أن هذه الحادثة في حال ثبوت تفاصيلها تضع علامات استفهام حول معايير اختيار وتدريب عناصر قوات الجنجة وقدرتها على الالتزام بالقوانين والضوابط الأخلاقية داخل وخارج مناطق النزاع. كما يعتبر أن مثل هذه الوقائع تحرج الجهات التي تستعين بهذه القوات وتضعف أي خطاب يتحدث عن انضباط وشراكة العسكرية. وأكدت المصادر المطابقة أن الملف لا يزال مفتوحا مع توقعات بظهور تفاصيل إضافية أو إجراءات لاحقة سواء على المستوى النظامي في المملكة العربية السعودية أو داخل البنية التنظيمية لقوات نفسها الموجودة في المملكة العربية السعودية. يشير متابعون إلى أن ما جرى في النجران إن ثبتت وقاياها كاملة يعكس مقادير اقتران السلاح بانفلات سلوكي، وهو ما قد يحاول بعض العناصر من عامل استقرار إلى إعباء أمني وأخلاقي في بيئات يفترض أن تخضع لأعلى درجات الانضباط. رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة قطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. تسلم السيد الرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة قطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد محمود علي يوسف. جاء ذلك لدى استقبالها اليوم بمدينة برسودان مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، الذي قام بتسليمه الرسالة، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان. وأوضح مبعوث الأفريقي في تصريح صحفي أن اللقاء شكل فرصة قيمة للتشاور حول إنجاء السبل للدفاع بالجهود المبذولة وطنيا وإقليميا ودوليا لتأمين استقرار وأمن في السودان، وصفه بلدا محوريا في منطقة وركيزة أساسية للمنظمة الأفريقية. وأشار السفير بلعيش إلى أنه استمع رؤية وتحليلات القيادة السودانية الرشيدة بشأن تطورات الأوضاع وآفاق الحل، لا سيما خارطة الطريق المعلنة في فبراير الماضي. وشدد المبعوث على الالتزام التام والثابت للرئاسة المفوضية مجلس السلم والأمن الأفريقي بدعم سيادة السودان ووحدته، ومؤكدا أنه لا مجال لوجود أي مؤسسة موازية على أرض السودان. كما جدد التأكيد على أهمية حل سياسي سلمي عبر حوار وطني شامل، وهو ما تسعى إليه الآلية الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي، منظمة الإيقاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي. وأكد السفير بلعيش أن إعلانات ممنهجة ضد المدنيين وضد الأبرياء من قبل قوات جنجة تدمر البنية التحتية المدنية هي أفعال مدانة بأشد العبارات، مشددا على أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب. وأوضح أن الاتحاد الأفريقي يولي أهمية قصوى لترقية حوار بين الفرقاء السودانيين وتعبئة الموارد لتخفيف المعاناة الإنسانية، قائلا نسعى مع شركاء لإحلال السلام في الربع السودان الواحد الموحد، معربا أن عمله في أن يكون العام الجديد عام السلام والازدهار ورفاه للشعب السوداني الأبي. قرارات أمنية عاجلة في عطبرة. أصدرت اللجنة الأمنية بمحلية العطبرة بولاية نهر النيل قرارات أمنية مشددة قضت بمنع وإيقاف جميع أشكال التجمعات والمظاهر الاحتشادية واحتفالية داخل المحلية، بما في ذلك احتفالات واستقلال وأعياد ميلاد الكريسماس ورأس السنة، إضافة إلى أي تجمعات مفتوحة أخرى. وشملت تدابير حظر إقامة احتفالات ورحلات في الحدائق العامة والخاصة إلى جانب الأندية والصالات بكافة أنواعها، وذلك في إطار تعزيز التدابير الوقائية والحفاظ على الأمن والسلامة العامة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة. وفي سياق ذاته أكد لجنة الأمن الولاية أن دماء الشهداء الذين ارتقوا جراح اليوم الأخيرة على محطة الكهرباء لن تذهب حدرا، مشددا على أن ما وصفته بمحاولات يائسة من قبل القوات الجنجة والإرهاب لن تزيد الشعب السوداني إلا صمودا والتفافا حول قواته المسلحة. وأشار اللجنة إلى أن استخدام مؤسسات الحيوية يمثل اعتداء مباشر على ممتلكات الشعب السوداني، ويؤكد أن هذه التمرد لا تستخدم منشآت فقط بل تسعى للضرب أمن المواطن واستقرار ومعيشته، مؤكدا استمرار اتخاذ تدابير اللازمة لحماية الأرواح وممتلكات المواطنين. اتجه صباح اليوم الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة تتعلق بتعزيز العلاقات والتعاون والتشاور مع مسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية واستكمال الحوار ومباحثات حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بتداعيات الحرب وآفاق السلام والعمل الإنساني
ربنا ينصر قواتنا المسلحة السودانية وكل القوى المساندة لها، الشفاء عاجل للجرحى وأوضح حميدة للمفقودين والمعسورين، والنصر للسودان. الله أكبر، الله أكبر.